كان في ولد متعود يلوح بقه ويغير تعبيرات وشه من غير سبب لحد ما كبر ووشه فضل ثابت على الشكل ده وبقى معوج بجد وما بيتعدلش خالص. وفي يوم كان قاعد في المحطة جت بنت قعدت جنبه وسألها عن الساعة، ولما ردت عليه اكتشف ان وشها هي كمان معوج زيه بالظبط، ففرح وارتاح لها وتعرفوا وبقوا أعز أصحاب، وبدأوا يخرجوا ويتفسحوا وياكلوا ويتصوروا مع بعض في كل حتة وكأنهم لقوا الشخص اللي بيفهمهم وبيشبه لهم. وهم ماشيين في يوم الولد خبط في راجل غريب من غير ما يقصد، فالراجل اتنرفز وقال له انت اعمى يا جدع انت، وراح مديله قلم محترم على وشه. والغريبه ان القلم خلى وش الولد يرجع طبيعي ومعدول في لحظه. فضل يلمس وشه وهو مش مصدق، والبنت كانت بتبص له بذهول وصدمه من اللي حصل قدامها. قال لها مش عارف حصل ازاي بس وشي اتعدل وبقى طبيعي. قامت ردت عليه بضيق يعني انت كنت بتخدعني وعامل نفسك معوج وممثل طول الوقت ده. وحاول الولد بكل قوته يرجع يعوج وشه تاني عشان يرضيها بس ما عرفش. ولما جت تمشي وتسيبه وتنهي الحكايه ظهر شاب تالت وشكله فعلا معوج خلقه. سالته البنت بلهفه انت وشك كده بجد ولا بتمثل زي الاستاذ ده؟ رد عليها لا والله انا كده طبيعي. فضحكت له وتصاحبوا وسابوا الولد ومشوا مع بعض. تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.